المقدس باسم إلين تالنتس. في البودكاست بتاعنا إلين توكس حكاوي فضائيين. واحدة من البروجيكتس أو الأكتيفيتيز بتاعتنا في إلين تالنتس هي جزء البودكاست، إن إحنا بنستضيف ناس شباب زينا، تالنتس بقى أيا كانوا لسه في بداية الكارير بتاعهم، في ميد ليفل سينيور ليفل أو ناس اكسبرتس أو منتورز وهكذا، ومن تخصصات مختلفة. والنهارده معانا حلقة عن الانترفيوز، بنتكلم عن الانترفيوز، نعمل ايه لو جاي لينا انترفيو، قبل الانترفيو، خلال مرحله الانترفيوز، وكمان بعد الانترفيوز كنت ريجكتد اكسبتد، تقدر ان انت تعمل ايه. كل ده على لسان اتش ار مرام عصام. انا ومرام كنا اتكلمنا وعملنا الدسكشن الحلوه دي من اكتر من سنه ونص، في اول محاولاتي ان انا اشتغل على الين تالنتس والاكتيفيتيز والبروجكتس بتاعتنا. واعتقد ده الوقت بقى المناسب ان احنا نشير حاجه زي دي. كمان لو عندك اي سؤال، محتاج مساعده في حاجه، فتقدر تسيب في الكومنتس سؤالك او الحاجه اللي انت محتاج مساعده فيها او حابب انك تشاركها معانا. كمان ايا كنت بتسمع الحلقه دي على سبوتيفاي، يوتيوب، او في اي مكان، هتلاقي في الديسكريبشن لينكات حلوة تقدر تحجز ميتنج معايا، تقدر ان انت تشير الافكار بتاعتك، ترشيحاتك، محتاج مساعدة، حابب انك تساعدنا بحاجة، حابب كمان ان احنا نفكر سوا في اي حاجة لها علاقة بالجلوبال ريموت جوبس وهكذا. هتلاقي في اللينك او في الديسكريبشن يعني لينكات لكل الحاجات دي، كمان لينكات لبعض الحاجات المهمة والحلوة اللي عاملينها في الين تالنتس زي الجوب بورد بتاعتنا. ودي ببساطة جوب بورد مصدر واحد فيه فرص شغل ريموت مع شركات بره، عاملين عنها ريسيرش وفاليديتد ان هم اوريدي بيعملوا هايرنج في مصر او في المينا ريجين، Arabic سبيكر، او فرص working from anywhere بشكل حقيقي، مش مجرد ان انت تلاقي في الجوب ديسكريبشن ريموت فيرست او working from anywhere، لكن للاسف بيكونوا فوكس ده اكتر على يو اس يوروب وهكذا. تمام، خلينا نبدا الحلقه. ومره تانية عندك اي سؤال، محتاج مساعده، حابب انك تشير معانا فيدباك، او حابب انك تتكلم معانا في اي حاجه، فهتلاقي في الديسكريبشن كل اللينكات اللي انت تقدر توصل لينا من خلالها. ماشي، يلا بينا نبدا. طيب أنا كده مش بدأت وقت. ريكورد. اه. خليني أقول لك على حاجة تانية مهمة جدا نسيتها في موضوع الكوميونتي. أنا اوكي. أصلا دخلت على البروفايل عندك وفصصته كده شوية، ده أصلا حتة من شغلي كسيلز، بنعمل ريسيرش وبتاع. مهم. فعجبني حاجة قوي، المقولة والحكمة اللي أنت حباها أو كاتباها بتاعت when you change your thoughts remember to change your world يعني. وإن فكرة إن إحنا بنتعلم من الحاجات اللي بنواجهها في حياتنا، مشاكل وتحديات، وحتى لو في ناس بتكرهنا أو أعداء، بس الفكرة إن إحنا نتعلم إزاي نبقى مميزين. فكلمة مميزين دي بتماتش بالظبط حاجة عندي، بليف عندي كده من مم. زمان بيقول إن aliens are real، هم الفضائيين مش حقيقيين، أو ستيل محدش أثبت إن هم حقيقيين، بس أنا بالنسبة لي هم حقيقيين وخلاص. حقيقيين يعني إيه؟ جاية من حتة اللي هو مميز ده، كل واحد فينا كده كده ربنا خلقه وهو مميز بكل تفاصيله. لكن أنت هتبقى مميز حقيقي لما تمر بمشاكل وحاجات كتيرة جدا وتحديات، سواء في حياتك الاجتماعية أو المهنية، لكن في الآخر أنت بتحافظ على الإنسانية بتاعتك والآدمية بتاعتك، وإن أنت ما بتتغيرش للأسوأ زي ما الناس بتتأثر وبتتغير. أنا كأحمد مريت بحاجات كتيرة جدا، بقى يعني بالظبط 10 سنين لغاية اللحظة اللي أنا اتوظفت فيها واتعمل لي هيد هانتنج في الشركة بتاعت يو اس اي دي. وانا في تحديات ومشاكل وحاجات كتيره جدا، بس الحمد لله في الاخر لا، انا كنت بقع كتير جدا وبيأس وشايف ان خلاص يعني حياتي مستقبلي ملوش ملامح، طب اللي انا بعمله صح ولا غلط، طب اكمل ولا ما اكملش. وابتديت من الصفر من حاجات كتيره جدا تاني. لكن في الاخر كنت مستني زي اشاره من ربنا او حاجه، وده حصل معايا بالفعل ما بين يوم وليله بحته الهيد هانتنج دي. تمام. فانا عايز انسباير اوكي. الناس بقى بالمقوله دي او بالحته دي من خلال الكوميونتي، ان انت مهما حصل ومريت بيه فكل ده اصلا بيبنيك، كل ده كويس. بيساعدك مم. جدا. انا في شهر 11 بالظبط. حصل معايا مشكله كبيره في وقت صعب جدا، ما قبضتش مرتبي، الشركه كانت توكسيك جدا جدا لدرجه ما حدش يتخيلها. بس حرفيا اللي حصل ما بيني وما بينهم كان سبب في النقله اللي حصلت معايا، ان انا اشتغلت في الشركه بتاعت بره. الشركه اوكي. بتاعت بره وبقبض بالدولار، ومرتب نفس اول مرتب ليا، بس الاولاني بالجنيه ده بالدولار. الشركه انا قعدت فيها شهرين ولسبب ما كملناش سوا، وانا كنت كونتراكتور اصلا مش فول تايم. لكن بشكل غير مباشر دي حلت لي مشكله تانيه شخصيه بقالي 6 سنين بعاني فيها، وبالنسبه لي كانت دي بتهدد حياتي وهتنهي حياتي حرفيا. ادي يعني انا قعدت اقول ده انا لسه ما كملتش، يا لسه ما لحقتش بالظبط. افرح، لسه مش عارف ايه. بس ما حدش عارف مهم. دايما الحكمه من ورا كل حاجه من عند ربنا. بالظبط. وحقيقي 6 سنين مش عارف احل مشكلتي دي ازاي، كل يوم خايف وبفكر يوميا بجد ان انا المشكله دي هعديها ازاي. سبحان الله دي حلت مشكلتي بشكل غير مباشر. فدي برضو تجارب عايزين نقولها للناس او نسباير الناس من خلالها، وزي ما كنت كاتبه في البايو عندك يعني. فده جزء مم. بيماتش برضو مع حته الكارير، ان انت مهما قابلت من حاجات ما تتغيرش وتبقى افضل نسخه منك اجتماعيا ومهنيا يعني. تمام. بالظبط.
فقولي لنا كده بقى، عرفينا اكتر عليكي، وبتشتغلي ايه، بتعملي ايه، ودخلتي مجال الاتش ار ازاي؟ اوكي. انا اسمي مرام عصام. انا حاليا 3 years experience في الاتش ار. انا بدات اصلا من بدري قوي، يعني انا اوريدي خريجه سياسه واقتصاد، الميجر بتاعي كان ايكونومكس. فمينلي ناس بتتخرج من الايكونومكس تشتغل في بنوك. تمام. فانا قعدت في خلال فتره الكليه تقريبا 4 سنين كنت شغاله public relations، حاجه شويه اشبه كده بالسيلز، ولكن مش ببيع حاجه in terms of money، ولكن بعمل deals ان ممكن companies to provide us ب... بفلوس، مقابل شويه benefits كده احنا في الكليه كنا بنقدمها، تمام. او الكومباني ممكن to provide us يعني بسيرفيس او كده. فانا حد كنت الى حد ما بيعرف يتكلم، بيعرف يكوميونيكيت مع الناس بشكل كويس، وبيحب ده، وبيحب يساعد اللي حواليه. ولكن لما جيت ادور ممكن ادرس ايه في البابليك ريليشنز، لقيت ان كلها حاجات سنس اوف هيومر او سوفت سكيلز، وانا حد بيحب طول الوقت يبقى بيذاكر، او بيحب اغلب الوقت يكون بيدرس حاجه فاتعلمها فهيبدا يطبقها. حلو جدا. فوقتها جربت ادخل سيفل ورك ريليتد بالاتش ار، اشوف طب هما الاتش ار دول اصلا بيعملوا ايه. مينلي كان وقتها يعني ريبيتيشن الاتش ار مش احسن حاجه. الناس بقى الشريره اللي بتهاير وتفاير اند سو اون. بس لقيت ان ممكن الكاركتر بتاعتي ممكن تغير حاجه، يعني ممكن على الاقل ابقى انا الشخص الطيب اللي بيساعد، او مش طيب، هو ما فيش حاجه في البيزنس اسمها شخص طيب، ولكن الشخص اللي اتليست بيساعد، عايز يوصل رسالته بس من خلال الكارير ده. بدات البروفيشنال اتش ار دبلومه في الاكاديمي وانا في تانية كليه، خلصتها تقريبا في سنه وكام شهر. وفي اخرها يعني خلاص كان بدأ بقى يكون في كوفيد 19، فالموضوع كان بدأ يبقى مش احسن حاجة. واول ما خلصتها بدأت ادور، او سوري قبل ما اخلصها كمان بدأت ادور على انترنشيب. وقتها كنت طالب لسه مخلص تانية كلية وداخلة تالتة كلية، ومحدش هيأكسبت فكرة ان هو يدي responsibilities ممكن تبقى critical زي حاجات في الاتش ار لطالب. بالظبط. تقريبا انا فاكره لما رجعت بعد كده اشوف انا قدمت على كام جوب اد، او بعت كام ايميل باسك فور opportunity، تقريبا كانوا معديين 500. لحد ما بدات كارير الاتش ار كانترنشيب في الهيلث كير اندستري او المستشفيات. هو اول شخص بس كان بيبليف ان مرام ممكن فعلا تعمل حاجه، واتفر بقى ان هي انا كليتي كانت سياسه واقتصاد، فالناس عارفه ان دي الى حد ما كليه صعبه. بجوين مستشفى في وقت كوفيد 19 اللي كل الناس كانت خايفه، وما كانش لسه حد عرف ده ايه اصلا اللي بيجي للناس اللي بتموت فجاه. فكان في شويه تشالنجز كده، وبس هو في حد كان يعني قال لي لا بصي انت شاطره. هو في الاول اصلا هي ريجكتد مي، وبعد كده قبل حد تاني، والحد ده مشى فجاه فكلمني قال لي تعرفي تيجي بكره؟ قلت له طيب يلا انا تمام. جايه. فهي كل حاجة يس ممكن تبان صدفة، بس بصراحة أنا بعد وقت، أو ممكن أكون دلوقتي شايفة فعلا هي كانت ترتيبات ربنا سبحان الله، يعني إني أبدأ بعد فعلا ما بعد 500 إيميل أو أكتر، اللي هو أكيد أي حد كان هيزهق. بعدين أنا كنت بقى الحاجات كلها محتاجة ناس تبقى متخرجة، وأنا كنت لسه طالبة. كنت بريتش ناس على لينكدين بشكل مش طبيعي. باي ذا واي كل الناس اللي حاولت اريتش ذم يعني وقتها احنا حاليا صحاب، which is ان دي برضو حاجه كويسه. بس بدأ يبقى في مسؤوليات كتير، مستشفى لسه بتفتح محتاجه هايرنج كتير قوي، وانا ما عنديش اي معلومات غير الكورس اللي كنت باخده الدبلومه. فبدأت اتعلم واحده واحده، بدأت اوسع النتورك بتاعتي، لان دايما I believe ان طالما عايز تبقى شخص ناجح، فدايما خلي عندك نتورك من ناس ناجحه، او ناس شبهك، او اتليست ناس عايز تبقى زيها في وقت من الاوقات. بالظبط وده اللي انا كده. كنت بحاول اعمله. واحده واحده. بعدها جات لي فرصه في مالتي ناشونال كومباني، هي كانت ريليتد بالماركتنج، وهم كانوا عايزين حد فريش جراد. بس بدات بقى سلسله الاكسبشنز، عشان انت حد اوريدي عنده اكسبيرينس، هاويفر ان انت طالبه ف I will accept you. وقتها خلاص بعد الانترنشيب كنت هتعين وانا طالبه، ولكن كنت حابه تاني كارير هيلث كير، كنت حاسه اني بقابل عدد كبير قوي من الناس في اليوم، فانا قدامي فرصه اني اقصر او اتاثر بعدد كبير قوي من الناس في اليوم. اوكي. تمام. رجعت تاني مستشفى كفول تايم جوب.
وكان برضو باكسبشن عشان انا اندر جراد، ولكن انا حد عنده experience and so on. بدأت كده، فضلت على هذا المنوال يعني. كان عندي وقتها دريم كومباني او شركه انا كان نفسي اشتغل فيها قوي من وقت ما كنت في سنه اولى كليه، هي بروميتين بيرالي. بروميتين اتس مالتي ناشونال كومباني اوريدي، بتصنع تايرز التروكس والترانسبورتيشن. وكنت بقدم على تقريبا كل الفيكنسيز اللي كانوا بينزلوها على الاتش ار، لحد ما جاي يوم فجأة سبحان الله، يعني كان دكتور بيدرس لي في الأكاديمية كلمني مره، قال لي مرام ابعتي لي السي في بتاعك. واليوم ده انا كنت يعني كنت بتعرض somehow يعني لتوكسيك انفايرمنت في الشركه اللي كنت بشتغل فيها، او المستشفى اللي كنت موجوده فيها. تمام. فلقيته فجاه بيقول لي مرام ابعتي لي السي في بتاعك، فبعت لي السي في بتاعك. بعدها لقيت ماي مانجر بقى بيكلمني، اللي هو يعني بقى مديري، متاح معاكي بكره انترفيو. رحت، كل حاجه تقريبا خلصت في اسبوع سبحان الله برضو. تدبير ربنا. يس بالظبط، هو طول الوقت كانت تدابير ربنا، ومن طول الوقت ربنا بيبعت لنا رسائل انتوا صح كملوا، انتوا صح كملوا. وقتها كنت خلاص اوريدي اتخرجت، وتل ناو هي ماي كارنت كومباني، يعني دي لحد دلوقتي انا شغاله فيها. فده كسيكونس الكاريري او الاكسبيرينس بتاعتي، الورك فلو بتاعها ماشيه ازاي. بالنسبه بقى كفكره اتش ار، او فكره ان احنا موجودين هنا ليه. يعني طول الوقت بسال، سواء بسال نفسي او بسال الناس اللي معايا في الكارير، طب احنا موجودين هنا ليه؟ انا لو قاعده على كرسي اوريدي مش عارفه اساعد بيه حد، مش عارفه اساعد بيه حد ان هو يبقى احسن، مش عارفه اساعد بيه حد ان هو يقدر يلاقي الاوبورتيونيتي اللي هو عايزها. وات ايفر ايه، يعني انا بدخل انترفيو مع حد 30 دقيقه، انا ممكن ما اقبلوش، بس انا ممكن ازاي اساعده، مش اكتر من كده. فلو مش قادرين نعمل كل ده فما نكملش، ممكن نشتغل اي حاجه تانية، ممكن نتعامل مع الكمبيوتر، بس احنا يعتبر human people. ف... بالظبط كده. فبس ده الكونسبت اللي مخليني لحد دلوقتي يمكن مكمله في الكارير ده. بس كده، سوري انا طولت قوي لا لا بجد. خالص والله، بالعكس انا اخدت شويه حبه نوتس حلوه جدا وانت بتتكلمي في حاجات كانت اصلا اوريدي انا كاتبها مجهزه نتكلم فيها. مهم. فعجبني قوي اول حاجه لما بتقولي كنت بتريتش اوت لناس على لينكد ان، والناس دي بقت صحابك او نتورك عندك دلوقتي. يس يس. ودي فعلا الناس مش واخده بالها ان انت دلوقتي لما بتقعد تقدم هنا وهنا وهنا، لا انت مع الوقت هتتعلم من الناس دي حاجه. في واحد مش هياخدك في الشركه عنده، بس هيقول لك كومنت معين هيفيدك بابديت في السي في كنصيحه ازاي ان انت لحاجه فيما بعد تعملها تساعدك وانت بتقدم على شركات. فدي كانت بوينت مهمه جدا وحلوه جدا. وفكره ان انت مم. قلتي انك كنت يعني انت بشكل غير مباشر كنت بتابلاي اصلا السيلز بروسيس. يعني انا شايف ان السيلز هي سكيل مهمه جدا لاي حد في الدنيا. بكل مهم. بساطه احنا عندنا في السيلز مثلا حاجه اسمها كولد اوت ريتش. تمام، كولد اوت ريتش ان انا مهم. بريتش اوت لناس بتماتش الكاستمرز اللي احنا بنسعى ان احنا نبيع لهم المنتج او الخدمه بتاعتنا. فانت يس. بتبدا تحضر كامبين معينه، بتبعت لهم ايميلات، بتبعت لهم على لينكد ان بشكل معين، بتبني معاهم ريليشن شيب بشكل معين من الاول. تمام، بحيث ان انت تبدا تعمل كواليفيكيشن وتعمل ليد ديسكفري وتكسب الشخص ده عشان تبيع له وهكذا. فانا كنت بفكر بالظبط. ليه الناس يعني، وده برضه اللي عايزين نعمله في الكوميونتي اللي انا شغال عليه، يعني اللي هي ليه الناس ما مهم. تتعلمش السيلز بروسيس حتى لو بشكل بسيط. وحتى في الجروب مهم. بتاع دونت ورك ذير الناس بتتكلم يا جماعه كلكم عمالين تشتغلوا ريموت وبالدولار، طب قولوا لنا نعمل ايه. فكل شويه كنت بقعد اكتب للناس تعلم حاجه اسمها كولد اوت ريتش، وابدا ريتش اوت للناس دي على لينكد ان وهكذا. هتتعلم حاجات كتيره جدا، هتبني نتورك من ناس اصلا ناجحه وفي شركات انت نفسك تشتغل فيها. النتورك دي لما هتضيفها عندك مع الوقت هتلاقي نفسك بتتعلم وبتستفيد منهم كتير جدا. وابسط حاجه يعني امبارح كان حد بيقول لي، وده سؤال هساله لي برضه، طب احنا نعمل ايه مهم. لما كل الناس عايزه خبره واحنا ما عندناش خبره؟ قلت له بكل بساطه لا، انت اتعلم وذاكر وطبق. انت لو مجالك سيلز اتعلم كولد اوت ريتش وطبق ده، ان انت تريتش اوت للناس اللي انت عايز تشتغل معاها والشركات اللي انت بتحلم تشتغل فيها. لو انت طبعا اي مهم. تخصص تاني سوفت وير بقى او جرافيك ديزاين والحاجات دي، اعمل مشاريع مع نفسك. فبلاش بالظبط. نرمي يعني نعمل شماعات كتير لحاجات كتيره جدا مهما كانت الظروف وحشه، مهما كان فعلا الوضع صعب، مهما كانت الشركات بقى بتصعبها على الناس. لا، انت تقدر تبدا بنفسك وتقدر تساعد نفسك بطرق كتيره جدا مختلفه. ما كنتش هتشتغل فول تايم، هتقدر انك تعمل حاجات فريلانس. في فرص وحاجات كتيره جدا تقدر انك تعملها يعني. بالظبط. كمان إضافة على كلامك، فعلا دايما بيقولوا it's not B2B. عمرها ما بتبقى business to business. it's always human to human. ف بالظبط. whatever في السيلز انا بعمل ايه، انا اوريدي بني ادم بريتش بني ادم. فلا طبعا يعني انا حاساها بصراحه، يعني اتس كول سكيل ان تبقى عندنا كلنا. even لو انا ببيع نفسي، even لو انا شغاله على فكره السيلز اني ببيع بنفسي كبيرسونال براندنج. بالظبط كده. كنت لسه سامعه بودكاست فنجان عن فكره ان
العلاقات الضعيفة، ان احنا مش لازم يبقى كل النتورك بتاعتنا صحابنا وناس نعرفها، لان اوريدي صحابنا واهلنا والدايرة الصغيرة اللي حوالينا هم اوريدي يعرفوا نفس الناس اللي نعرفها. فما فيش اي value adding، ولكن فكره العلاقات الضعيفه اللي هي المعارف، النتورك مثلا من خلال اي بلاتفورم او الايفنتس، الناس اللي بنقابلها مره واحده بس نقدر نريتش them مره تانية for opportunity او for اي خدمه يعني احنا محتاجينها او even هم محتاجينها. I do agree مع اللي انت بتقوله. قلت لي في النص انك كنت محتاج تسألني سؤال، ان لو كل الناس عايزة خبرة واحنا كلنا ما عندناش خبرة. اه بالظبط كده. فلو صح؟ عندك اي كومنت لحاجه زي كده قولي لنا اه، بقى. احنا ممكن نعرف ده فكرة السكيل جاب او السكيلز جاب او الماركت جاب، تمام. ان في فيكنسيز كتير قوي، وفي ناس كتير قوي جوبلس او اوريدي بيدوروا على opportunity. طيب هي الفكرة في ايه؟ الفكرة بصراحة من وجهة نظري في حاجتين، حاجة واقع على الامبلويز وحاجة واقع على الاتش ار. خليني ابدأ لك بالحاجة اللي واقع على الاتش ار. المفروض ان we are hiring attitude. كل حاجة أنا أقدر، أي حاجة أقدر أدربها وأعلمها للشخص، لأن إحنا كلنا كنا فريش جرادز، فمعنى ده إن كلنا نقدر نتعلم. البوينت كلها وحاليا ده بصراحه اتجاه الاتش ارز او اتليست اتجاه الناس اللي حواليا، وانا بنطبق فعلا الحاجات دي. ان احنا we are hiring attitude. انا ما عنديش اي مشكله ان انت تكنيكلي مش اشطر حد، بس انت اشتغلت ازاي على نفسك انك تبقى قادر تكوميونيكيت بشكل كويس، انك تبقى قادر تجتهد. انا ممكن ما يبقاش فعلا عندك خبره، بس انت الاتيتيود بتاعك عامل ازاي، عارف تتعامل مع الناس بشكل عامل ازاي. ف... فدي الحاجة اللي احنا بنبص عليها. فأعتقد إن فكرة السيفل ورك أيام الكلية، وفكرة الأنشطة التطوعية طول الوقت، فكرة الانترنشيبس أو التريننجز، كل الحاجات دي هي بقت كور. يعني دلوقتي بيقول يا جماعة الناس الفريش جرادز عادة السي في ما يتخطاش الصفحة. هو ليه ما يتخطاش الصفحة واحنا كل يوم بنلاقي ناس منزلة opportunities للتريننجز والانترنشيبس؟ طب انت كنت بتعمل ايه ايام الكلية؟ يعني دايما حتى لما باجي هاير حد وات ايفر هو في ليفل ايه، انت كنت بتعمل ايه ايام الكليه؟ لو انت كنت قادر تبي effort او تسعى انك تتعلم حاجه وهي كانت فور فري، او تساعد حد في انشطه تطوعيه وانت اوريدي ما كنتش بتاخد فلوس، ففور شور وقت ما تيجي تبرفورم نفس الحاجات دي وانت بتاخد سالري، اكيد هتبقى حد شاطر جدا. فاهم الاريا فين او الكونسبت جاي منين؟ اه بالظبط، ان انت ف- اصلا يعني عندك الاتيتيود ان انت حتى لو انت ما عندكش الاكسبيرينس، بس انت لا، انت فعلا هتيجي وهيجي منك، انا هدفع لك فلوس بس انت بالظبط. فعلا هتفيدني. بالظبط. في النص كده فكرتيني بحاجه، مم. ان هو زي ما بتقولي يعني الناس بتغير الاتيتيود لانه ان احنا هيومن تو هيومن، يعني بعيدا عن بزنس تو بزنس. فانا اقول لك حاجتين انا برضو اخدت بالي منهم وتعلمتهم من حاجات انت بتشاريها ومن ناس برضو بتتكلم عن الحته دي، الناس الاتش ار يعني. ان انت مش مم. لازم تماتش 100% من الريكويرمنتس الموجوده في الجوب ديسكربشن، انت على الاقل لو يس. 60% فخد خطوه. وان فعلا الناس بتغير اتيتيود، ان انا ممكن يبقى عندي حد اكسبيرينسد قوي وحد تاني عنده بس عنده سكيلز كويسه جدا وبيشتغل على مم. نفسه، بس انا شايف ان ده هو ده اللي هيفيدني فيما بعد، مش الشخص اللي هو اكتر اكسبيرينس لسبب ما يعني. بس انا مش بقول دايما اكيد انتوا مم. هتختاروا الاتيتيود، اكيد الموضوع بيختلف، بس دي بوينت. حته هيومن تو بالظبط. هيومن. احنا في السيلز كنا مم. بنقعد نعمل ايه بقى عشان انت تبقى واد جامد بقى وبتريتش اوت للناس وتحسسهم ان انت فاهم وعايز تساعد وبتاد فاليو هنا. كنا بنعمل مم. ريسيرش بحيث ان احنا نعمل ريزونيت او بيرسوناليزيشن في الكولد او ريتش بتاعنا. فبنشوف احنا بالظبط. ممكن نعمل ايه او ايه الحاجه المشتركه او هم بيتكلموا عنها في الشركه بتاعتهم، فلما هأدى في الميل بتاعي او المسج بتاعتي، لا انا هكاتش الاتنشن بتاع الشخص ده. لا احنا بعد كده بقى في حاجات تانية ابديتس تانية بتظهر، يا جماعه احنا بنعمل سوشيال سيلينج. فانت عايز تبقى جامد ما تقوليلوش انا هساعدك في الشركه في واحد اتنين تلاته، انا هساعدك انت شخصيا في الديلي في الديلي تاسكس بتاعتك كشخص في الوظيفه بتاعتك، هساعدك في ايه. ان هو في الاول وفي بالظبط. الاخر انت بتريتش اوت لشخص، مش انت هتساعد الشركه وهتاد فاليو للشركه او هتحل لهم مشكله عندهم، بس في الاول وفي الاخر اللي هيتاثر بالموضوع ده توتالي هو الشخص نفسه اللي انت بتريتش اوت ليه، او اللي احنا بنقول عليه الاي سي بي بتاعنا او الايديال كاستمر بروفايل يعني. بالظبط، عندك حق تماما. حلو جدا. خليني اسالك سؤال تاني. في الانترفيو، انا زمان لما كنت بعمل انترفيوز على فكره بالمناسبه، انا فرص كتيره جدا او معظم فرص شغلي جت من لينكد ان. شغل كتير مم. جدا انا الناس عملت لي هايرنج وانا ما عنديش اكسبيرينس بسبب الاتيتيود او يس. سكيلز وحاجات من دي. سو كنت دو بص اي على فكره. اغلب الفيكنسيز كانت لينكدين برضه، يعني اي دو لاف الابلكيشن ده اه حقيقي. حقيقي بالظبط. مهم. كنت في الانترفيوز مثلا دايما بعد ما بنخلص وببقى مبسوط بالانترفيو وحاسس ان انا عملت اداء حلو جدا والناس مبسوطه مني، كانوا بيقولوا لي عندك اسئله تحب تسالها لنا. انا فيما بعد عرفت ان مهم. دي حاجه مهمه جدا بالنسبه للتالنت اكوزيشن او الاتش ار او السيلز مانجر او المانجر بتاع الديبارتمنت اللي انت بتقدم فيها.
بس انا وقتها كنت بقول لا ما عنديش اسئله، فانا كان فعلا ما بيبقاش عندي اسئله. مهم. فلقيت لا الموضوع بيبقى مهم جدا. فانت ايه اهميه فكره ان أنا يبقى عندي اسئله اسالها للناس، وايه الاسئله اللي المفروض ان انا اسالها في الانترفيو لما يقولوا لي ايه الاسئله اللي عندك بعد نهايه الانترفيو، ده هيفيدني في ايه برضه؟ طيب اول حاجه هو فكره ان ما هو انا لو ما عنديش اسئله فلازم اخترع اي سؤال عشان اعرف اساله، عشان هو سؤال لازم اجاوب عليه، فلا. طبعا. وارد جدا تبقى اوريدي انت مذاكر الكومباني كويس وكل الكويستشنز الاتش ار كان شخص كويس وقتها، ويعني هي اوريدي بروفايدد يو بكل الانفورميشن اللي محتاجها خلال الانترفيو. فاني اقول ما عنديش اسئله ده طبيعي لو انت ما عندكش اسئله، يعني حاجه لا تؤخذ عليك. ولكن تمام. عندك اي اسئله تحب تسالها، انا ببقى شايفاها اتس ان opportunity. هو بيدي لك حرفيا الجرين لايت او بيدي لك المايك ان انت تتكلم، فوقتها تقدر تفيريفاي حاجات كتير قوي. طيب تعالى نبرين ستورم كده، احنا ممكن نبقى محتاجين نعرف ايه. اول حاجه انا هبقى محتاجه اعرف الهيراركي، شكل الاورج تشارت في الديبارتمنت اللي انا بقدم عليه. بمعنى انا بقدم دلوقتي كاتش ار سبيشالست، تمام؟ تمام. اعتقد هيفرق معايا اعرف انا بريبورت للاتش ار مانجر which is ان انا كده هتعلم، ولا بريبورت للسي او which is ان السي او ده ما عندوش اي تكنيكال اكسبيرينس في الاتش ار، هيكلمني بزنس. فاهمني؟ بالظبط اه. فانا محتاجه اعرف انا هريبورت لمين. وارد ابقى مقدم على فيكنسي اصلا انا ليا سبوردنس، ليا ناس هم هيريبورتوا ليا، فانا هبقى محتاج اني لما ابقى عارف ان الفيكنسي دي هتحتاج مني شويه ليدرشيب معينه. فدي اول حاجه، هريبورت لمين ويوري لك اوفر فيو عن شكل الديبارتمنت اللي انت هتجوين فيه. محتاج اعرف قوي لان احنا طول الوقت بنعمل انترفيوز وطول الوقت بنقدم، فمحتاج تمام. اعرف هو هل هتردوا عليا خلال وقت قد ايه، عشان تبقى عارف هترجع تاني للاتش ار لو قال لك خلال within 2 weeks، فانت عارف ان بعد 2 weeks تقدر تريتش هام تاني وتقول له انك قلت لي هترد عليا خلال اسبوعين، فيعني في اي فيدباك او اي نيوز دلوقتي ولا لا. محتاج تعرف الكومباني دي ان كيس ان انت ريجكتد بتبدا تبعت لك فيدباك ولا لا، ومحتاج ان انت وقتها تاسك فور فيدباك، لان دي حاجه هتفيدك اوريدي، وحاجه كمان هتبين ان انت اوريدي انترستد في الفيكنسي دي. فمحتاج تعرف لو انا rejected هتبروفايد مي فيدباك ولا just for لو انا accepted، وهتبروفايد مي through ايه. يعني انت هتكلمني على الموبايل ولا هتبعت لي على الايميل. مش كل الناس يعني دلوقتي طبعا بقى قلة قليلة اللي مش بتفولو الايميل بتاعها، بس وارد على الاقل تبقى عارف هو هيريتش يو through ايه من الحاجات دي، ايميل ولا واتساب ولا على الموبايل. حلو جدا. محتاج ممكن تعرف شوية ديتيلز ريليتد بالكومباني لو هي نوع اندستري جديدة بالنسبة لك. يعني انا لما بنتقل من مستشفى لمستشفى، انا اوريدي كنت عارفه ان في المستشفى تمريض ودكاتره وفي طبيعه شغل انا اوريدي كنت اوير بيها. ولكن لما اروح من مستشفى لمصنع انا مش عارفه المصنع ده، المصنع ده مثلا عاده المصانع بتبقى في اماكن مش حيويه او مش في وسط البلد في اي محافظه، يعني تمام، بتبقى في اكيد. اماكن متطرفه. طب هل الكومباني دي بتبروفايد ترانسبورتيشن ولا لا؟ ما هو دي حاجة بالنسبة لي هتبقى غريبة. هل انتوا شغالين اون سايت ولا هايبرد؟ لان انا ممكن ابقى حابب اشتغل شوية من البيت وشوية من الاوفيس. طبعا بالظبط. كل دي ان كيس ان الانفورميشن دي مش موجودة في الجوب اد، فمحتاج تعرف الحاجات دي. ساعات بتسأل فيدباك في وقتها، وساعات في اتش ارز اوريدي بيقدروا يبروفايد يو فيدباك في الانترفيو. كل دي امثلة عن الأسئلة اللي ممكن تسألها يس وتحتاج تعرفها يعني. آه. بالظبط. بالظبط كده، وحلو جدا. وطبعا متفق معاك ان انت لو فعلا ما عندكش اسئله فانت مش هتخترع سؤال يعني، مش بالظبط. هتجود لان اوقات التجديد ده بيتقلب ضدك يعني. بالظبط. خلينا برضو عارف زي نقول سؤال بتدوني كام؟ اه. هتدوني كام يا جماعة؟ مش آه، هنسأل السؤال ده. مم. فخليني برضو اكمل على كلامك واقول لك مثلا انا دلوقتي خليني اقول ان انا ذاكرت الشركه كويس وعرفت حاجات كتيره جدا، فهو بيدي لك المايك. فانت ممكن تقول له بكل بساطه لو انت ما عندكش سؤال، لا تمام انا دخلت على الويب سايت وعرفت 1 2 3 4، فده هيدي له هنت لا انت راجل، انت مجتهد، انت عارف محتاج تعمل ايه وبتعمله ازاي وانت شاطر، فدي هتدي له هنت كويس، بوينت حلوه جدا بالنسبه عليك يعني او ليك. حاجه تانية، بالظبط. انا مثلا كسيلز، انا كشخص سيلز، ودي مهمه جدا بالنسبه لي، ما كنتش بعمل كده. انا ممكن اسالهم اعرفهم الديل سايز حجمه قد ايه، التايم لاين اللي بياخده الديل عشان الديل يبقى كلوزد يعني، او الناس تبيع، الناس بتبيع بالظبط. بمعدل قد ايه. الحاجات دي كلها دي حاجات هتساعدك انت كشخص بيتقدم على الوظيفه دي، تعرف الشركه بتأدي ازاي، هل البيع فيها الدنيا شغاله تمام ولا في مشكله، عشان بحيث لما تدخل انت ممكن ما تتاثرش باي حاجه سلبيه او تحس ان انت مضغوط، او ان انت حتى تعرف اذا كانت الشركه فعلا ماشيه كويس ولا عندها مشاكل، فانت ما تشيلش ده او تبقى مستعد لده من البدايه. ممكن تسالهم برضو عن السوفت وير، الحاجات السوفت وير تولز اللي بيستخدموها، بحيث لو انت في يس. حاجات هم بيستخدموها انت ما تعرفهاش فانت تبدا تحضر لده كمان يعني. فحلو بالظبط. جدا. طيب KRP انا system and so on يعني.
بالظبط. طيب خلينا نقول مثلا انا دلوقتي عملت معاك انترفيو على وظيفه انا حابب ان انا اشتغلها في الشركه بتاعتكم، وخلاص انا اتقبلت. ايه المفروض ان انا اهتم بيه بجانب شغلي خلال مثلا اول شهر، اول فتره، الحاجات المفروض اعمله يعني في اول شهر في وجودي في الشركه بجانب مم. شغلي يعني. بص انت مينلي اول شهر اللي هو من داي 1 لثلاث شهور اكسبيرينس جوه الكومباني او اول ثلاث شهور ليك، هي اسمها probation period او فتره تمام. اختبار. حلو دي جدا. بالظبط يعتبر ريليشن شيب اكنك انت والكومباني مخطوبين لسه ما اتجوزتوش، تعرفوا على اوكي. بعض. بالظبط، انا بدرس الكومباني، بشوف ان هي دي السيوتبل كومباني اللي اقدر اكمل فيها ولا لا. والكومباني بتدرسك، بتشوف هل انت الايديال كانديديت فعلا للفيكنسي دي ولا لا. خلال فتره الاختبار اسبار يعني قانون العمل، انت من حقك في اي وقت انك تمشي، والكومباني في اي وقت من حقها ان هي تفسخ العقد. اوكي. تمام. حلو قوي. طيب اول ثلاث شهور انا محتاج ايه؟ محتاج اسمع. دي الجولدن رول. محتاج قدر الامكان اكون بسمع. انا مش محتاج وقتها اعرفهم قد ايه انا حد شاطر جدا وما حصلتش. انا محتاج اول حاجه اشوف الكالتشر، الناس بتتعامل مع بعض ازاي، شكل الانفايرمنت ازاي. يعني في مثلا هدي لك مثال، الماركتنج ايجنسيز دايما بتلاقيها فريندلي كده، وبيتعاملوا على الواتساب دايما، وكل حاجه فريند اون فريندلي بيزس. على عكس الكوربريتس او الشركات الكبيره، دايما كل حاجه بتبقى بشكل فورمال. اوكي. فما تبقاش مثلا انت داخل لمديرك بتقوله صباح الفل وهو حد بيتعامل بشكل فيرم جدا، فاهمني؟ وقتها اه طبعا. هيتاخد عندك. يس. هيتاخد عنك ايفن انديكيتور مش احسن حاجه. فحاول قدر الامكان توبزرف في اول ثلاث شهور. حاول ما تطلعش اي ايدياز يعني او اي انيشيتيفز لحد ما تعدي اول ثلاث شهور. حاول تبقى strict للرولز، يعني كل رول موجودة حاول تبقى قادر تفهمه بشكل كويس. حاول تبقى بتتعامل كمان مع الديبارتمنت بتاعك او your direct manager بشكل كويس. انا من وجهة نظري ان دايما المدير نص الشغلانة ويمكن اكتر. حاول تفهم مديرك، حاول تعرف هو محتاج فعلا منك ايه. دايما تask for a feedback. يعني طول الوقت لما تخلص حاجة حاول تسمع فيدباك، حاول تعرف هو ده اللي انا عملته ده صح ولا ممكن يبقى بشكل احسن. دي اهم حاجه في اول ثلاث شهور. ما تحاولش تدخل او تكون كوميونتي او تكون فريندز اتليست اول ثلاث شهور. ولو تقدر تخليها طول فتره الشغل يا ريت. حلو احنا ما جدا. فيش حاجه اسمها بندخل صداقات في الشغل. لا، هو بزنس از بزنس. عشان بعد كده هتلاقي لو انا مثلا دلوقتي بشتغل اتش ار وبقت الشركه كلها ناس صحابي بمعنى صحابي اوريدي احنا عارفين بيرسونال انفورميشن عن بعض وكده. هتلاقي بتضطر في وقت من الاوقات ان انت بتخالف شغلك عشان او مش عارف تبالانس ما بين شغلك وعلاقاتك الشخصيه. ممكن ده يضر بده، وعلى الاغلب الشغل هو اللي هيتضر. عشان بقى في برسبكتيفز تانية او بقى في بيلرز تانية لازم تحطها في الاعتبار. فاهمني؟ بالظبط كده. هو بس دي اهم. حلو جدا. خليني برضه اقول لك بوينت يعني او استخلصها من كلامك. هو بزنس از بزنس، بس وما ينفعش ان الدنيا تبقى تمشي بشكل شخصي او يبقى في علاقات بشكل شخصي قوي يعني من خلال الشغل وهكذا. بس في نفس الوقت هي في حته هيومن بينج، بس المفروض ان احنا نعرف الليميت بتاعها فين عشان شور. الدنيا يعني هي بزنس از بزنس، بس برضه الموضوع محتاج حبه هيومن بينج في الموضوع. ف اكيد في التريتمنت، ولكن مش لازم عشان بالظبط. ابقى فريندلي اعرف حد انا عندي كام ولد وبنت وسني كام. فاهمني؟ فاهمك طبعا. بالظبط. سؤال مهم جدا وده اللي ممكن نختم بيه برضو، وحقيقة اتبسطت بالقعدة بالكلام ده. خلينا نقول ثانك ايه يو. إيه المؤشرات اللي انا من خلالها اقدر اقول ان هي دي فعلا شركة كويسة وانا حابب ان انا اكمل في الشركة دي، سواء كانت الدريم كومباني بالنسبة لي ودخلتها اوريدي او شركة انا قدمت على فرصة متاحة فيها واتقبلت. الحاجات اللي تخليك آه تكمل. طيب خليني اقول لك from بقى اني candidate او from اني employee مش اني اتش ار. ماشي. الفورمر امبلويز الناس اللي بتمشي من الكومباني. يعني انا دلوقتي حد بلغني مرام you have been accepted معانا، فكمرام from my own point of view ايه الستبس اللي هتبعها؟ اول حاجه هبدا ادخل اشوف الكومباني دي الناس اوريدي قاعده فيها وقت قد ايه. حاليا طبعا بسبب الظروف الاقتصاديه فاحنا بنتوقع التيرن اوفر، لان كل حد دلوقتي بقى بيدور على اي مصدر دخل بشكل اكبر. تمام. تمام. ولكن يعني لو لقيت شركه هي عباره عن 15 موظف، 13 من ال 15 قعدوا شهرين ومشوا، اتس ريد فلاج اكيد طبعا. بالظبط اكيد تمام. طبعا. دي بوينت. تاني بوينت اني ابدا اشوف الموظفين اللي كانوا شغالين في المؤسسه دي قبل كده، الفورمر امبلويز.
هتقولي يا مروه، ما دايما الناس اللي بتمشي من الشركه اكيد شافوا شركه احسن. اوكي، بس ان انا بقيت ماشيه عشان لقيت opportunity احسن. however ان انا ماي اكس امبلوير اللي هي الشركه اللي انا اتقبلت كنت فيها فيها. دلوقتي، اه كنت مبسوط فيها وهدي عليها honest feedback حاجه، وان انا مشيت بسبب ان هم رفضوني دي حاجه تانية، او قالوا لي او ظلموني او عملوا اي حاجه مخلياني فعلا اقدم استقاله حتى لو هقعد في البيت. وطبعا ده بيتعرف مش بموظف واحد، باكتر من موظف. فلو لقيت ان كل الناس اجمعت ان مثلا الانفايرمنت جوه توكسيك، زي مثال كده، يعني بعض الامثله جت في دماغي دلوقتي بس مش هينفع اقولها بس لا طبعا ان اكيد تمام. الانفايرمنت الانفايرمنت دي يا جماعه هي توكسيك، والناس كلها بتقول عليها ان هي توكسيك. فاكيد مش لازم اروح اجرب بنفسي عشان اعرف. اكيد فاهمني؟ اكيد طبعا. محتاج اعرف السالري سكيل عشان ابقى عارفه. انا اوريدي معروف ان اي سالري انكريز بيحصل بعد سنه. فمحتاج اعرف انا دلوقتي اكاونتنت واتقبلت على اكس من الفلوس. تمام. فلازم اسال البيرز، صحابي، النتورك بتاعتي اللي شغالين اكاونتنت في شركات تانية، ويحبذ ان هم في نفس الاندستري. لو لقيتهم بياخدوا 5 اكس، ده مش احسن انديكيتور، لانهم بياخدوا تقريبا 5 اضعاف مرتبي المستقبلي يعني. فاهمني؟ اكيد تمام. دي كده اقصى يعني، او المعلومات، او المعلومات المبدئيه اللي ممكن اشوفها. ابدا اسال الناس. لو انا عندي نتورك من اتش ار اكيد هتبقى حاجه كويسه قوي، لان دايما يعني انا مثلا كاتش ار اكيد بقابل في كل يوم عدد كبير من الكانديدتس، وبسمع هم ليه عايزين يسيبوا شركتهم، صح؟ صح. وبسمع ستوريز عن their experience في الشركه بتاعتهم. فبالتالي ممكن اكون مجمعه اوفر فيو، عارفه من النتورك بتاعتي برضو كاتش ار اوفر فيو. فببقى دايما شايفه ان الاتش ارز عندهم اونست يعني فيدباك عن كل كومباني، وعارفين نقط الضعف والقوه اللي فيها. فيعني في كل الاحوال نصاحب اتش ار يا جماعه، عشان الموضوع ده بيبقى حلو قوي. حلو جدا. كده كده هيفيدونا. انا برضه جه في بالي حاجه لما كنت بتقولي ان هو مش شرط ان حد مشي من الشركه معنى كده ان هي الشركه كانت وحشه. لا خالص. انت حسب، انت مثلا كلمت خمسه كلمت 10 فلقيت ان نسبه كبيره جدا جدا منهم بتقول ان المكان فعلا سيء، فده انديكيتور سيء فعلا او ريد فلاج. لكن مش معنى اي حد مشي من الشركه فمعنى كده ان الشركه وحشه. ده انا معانا شخصيا، انا اول شركه او تاني شركه اشتغلت فيها بالظبط. انا بحبهم جدا، بحب الناس دي جدا. مهم. ولو جت فرصه مناسبه ان انا اشتغل في الشركه دي من غير تفكير هروح اشتغل معاهم. بس كل الفكرة إن هو احتياجاتي سواء مهنية أو مهم. مادية مش مناسبة دلوقتي. فهي دي الفكرة اللي خلتني أمشي من الشركة وقتها، وأنا مشيت وأنا بالظبط. زعلان. وفعلا لو أي فرصة مناسبة أنا أحب أرجع لهم مهم. جدا يعني. بالظبط. آه. وفي نفس الوقت ما جوجل وفيسبوك ما الناس بتمشي منهم يعني. ما بالظبط. يعني أه. احسن شركه الناس تمشي منهم. اكيد الناس دي مش توكسيك يعني. I can't believe بالظبط. ان الناس دي مش توكسيك. أكيد بس طبعا يعني. وده غير طبعا الظروف الاقتصادية اللي في الكوكب كله يعني، مش في مصر بس، اللي بقى فيه لاي أوف في بالظبط. شركات حتى كبيرة زي جوجل وزي غيرها يعني. حقيقي بالظبط. بجد انا اتبسطت بالتوك دي جدا. في حاجات كتيره جدا ماتشنج معايا ومع الاكسبيرينس بتاعتي ورحلتي وازاي بدات وبتاع، فدي كانت حاجه جميله ولطيفه جدا. واستفدت منك حاجات كتيره، واعتقد برضو في حاجات مهمه وحلوه جدا الناس برضو هتتعلمها او هتحبها من التوك دي. فشكرا بجد ليك يا مرام.